مين قال ان انا لما انام كل يوم معيطة وكل يوم محروق دمي وكل يوم بقهرة بسبب خناقتي معاك ده يبقى اسمه حب؟ مين قال ان احنا نتصالح يومين ونقعد اسبوعين بنقطع في شرايين بعض؟ مين قال ان ده حب؟ مين قال ان انا كل ما انزل معاك علشان ننبسط لازم نتخانق على حاجة ايا كانت الحاجة ايه؟ مين قال ان ده حب؟ وبعد كل اللي انا استحملته تيجي في الاخر وتقولي معلش كل شيء اسمه نصيب، كل شيء مش نافع، احنا مش هينفع نكمل. مين قال ان ده كان من البداية حب؟ انا مع الوقت في سم بياكل فيا، في جرح مفتوح ان انا نفسي الدنيا تلف وتحس بنفس الوجع اللي انا حسيت بيه، ومع كل مرة بقول يا رب يا رب جيب لي حقي، يا رب انا عايزة حقي. فبقيت قاعدة مستنية لا مني عارفة ادخل في علاقة مع حد علشان الأذى اللي أنا اتأذيته وكم العياط اللي عيطته وبعيط عليه أضعاف بقى بعد ما مشي وسابني. ما هو قال لي مش هينفع نكمل، كل شيء اسمه ونصيب، معلش. وشايف ان النصيب ده قرار رغم ان هو سابني وخزني بأوسخ الطرق. فمع الوقت أنا ما بقتش قادرة أسامح. هو ربنا بيقول العفو عند المقدرة، هو ان انا سامح ده مش ان اوبشن. انا بسامح علشان انا اللي بتاكل من جوه، انا عمالة احارب مشاعري وبحاول اقوم وبحاول اعيش حياتي، لكن انا من جوايا بتاكل وانا مش واخده بالي. وهو على فكره مش داري بحاجه، هو عاش حياته ومشي وسابك، فانت بقى واقف مكانك هنا مستني الانتقام يحصل. انا مش بطلب منك انك تنسى، انا هقول لك عدل السوفت وير وبلاش تاخد الصورة الذهنية تبقى واقع وتعمم ان كل الرجالة وحشة وان كل الستات وحشة بسبب التجربة اللي انت مريت بيها، وبعد كده بقيت تحكم على الناس وتدفع ناس فواتير مش بتاعتها. ومش بطلب منك ان انت تنسى، لان انت ما عندكش هنا اوبشن مع الابديت اللي بيحصل ان انت تعمل شيفت ديليت. احنا مش هننسى بس نقدر نسامح، ومش بنسامح عشان خاطرهم، هو في حياته وانا في حياتي. ايه اللي بياكل فيا جوايا؟ السم عمال ياكل جوايا، البثور عماله تكبر فغطت منطقه قلبي، فبقيت ماشيه ومهما بحاول انسى ما بنساش، لان انا عماله بضغط على عقلي ان انا انسى. انا ما بطلبش منك انك تنسى، النسيان ده بعد وقت طويل قوي هتبقى الصوره مزغلله، بس انا بطلب منك انك تسامح وتواجه. يعني سامح وواجه. انت لما بتتألم انت بتشوف الألم فين وبتروح للدكتور عشانه. بتشوف راسك وجعاك، الوجع زاد، صداع اكتر من اللازم، لا انا لازم اروح اكشف. قولونك مش قادر تستحمل اي اكل، تروح لدكتور عشان تكشف. طب ده وجع بقى هنا. طب انت محتاج تواجه الوجع، محتاج تواجه نفسك، علشان بعد وقت كتير هتلاقي نفسك نزلت داون ومعرفتش تطلع تاني. ايه ده؟ طب ما احنا بقالنا كتير قوي سايبين بعض. ايه ده؟ هو انا ليه لحد دلوقتي موجوع؟ وانا ليه لحد دلوقتي مش قادر اشوف حياتي؟ علشان انت مش قادر تسامح. ما انت بتتجاهل وبتعمل ضغط نفسي على نفسك. وعلى فكرة انت بتسامح اقسم بالله العظيم مش عشانه، هو مستاهلش وما يطولكش وما يحلمش ان هو يكون معاك مرة تانية. انت بتسامح عشان خاطر نفسك، علشان خاطر ان ربنا لما قالك العفو عند المقدرة، فانت بتسامح عشان خاطري، عشان خاطر انا بتاعتي الحلوة اللي اتبهدلت، اللي الزمن مرمطها، اللي الزمن جه عليها. فانا بسامح علشان ما يبقاش عليا وجع الفراق، ويبقى عليا وجع الخذلان، وكمان السموم اللي بتاكل جوايا بسبب عدم التسامح. مش بقولك سامح وانت لسه متساب امبارح، ادي لنفسك وقت، والوقت ده بعد ما بتعدي بمرحلة الصدمة ابدأ واجه نفسك، ابدأ واجه اللي حصل ده كان سببه ايه، والقصور اللي حصلت. انا الظلم وقع عليا، فانا محتاج اعرف القصور عشان ترتقي لدرجة اعلى من الاستحقاق وتفهم الرسالة. يكفيك انك رفعت قضيتك من الارض للسماء بحسبي الله ونعم الوكيل. ربنا شايف كل شيء بيحصل حوالينا، ربنا أدرى بكل شيء، بس بيجي وقت وبيتاخد حقك. بيجي الوقت، مش الوقت اللي انت تحدده، الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يحدده. انا ليه اتعمل فيا كده
وايه المفهوم من ده؟ ابدا ان انا اسامح 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 عشان خاطر نفسي، مش عشان خاطر واحد خسيس رخيص ما يستاهلش، ده عشان كده.